السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الثالث الثانوي. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب ودايما في صحة وسعادة. خلصنا مع بعض الفصل الأول وعرفنا الحملة الفرنسية عملت ايه عندنا في مصر، وعرفنا ازاي دخلت الحملة الفرنسية وخرجت الحملة الفرنسية. وعرفنا الحصة اللي فاتت ان لما خرجت الحملة الفرنسية من مصر فبقت مصر في حالة من الفراغ السياسي، مفيش حد بيحكم مصر خلاص. طيب انت حضرتك خلاص داخل على الفصل الثاني. الفصل الثاني من اطول الفصول اللي عند حضرتك في المنهج واهمها في المنهج. الفصل الثاني معلومات كتير جدا، بدايه ظهور شخصيه البابا. مين البابا؟ حاج محمد علي، مش احمد السعيد، لا البابا محمد علي. طيب محمد علي وعياله واحفاده، ومش هتخلص منه مستر تانا مستر مش انا خدته في ثالثه اعدادي، لا هنا بقى بمعلومات اوسع واشمل في ثالثه ثانوي. تمام. طيب محمد علي فصل طويل جدا. الفصل الثاني محمد علي معلوماته كتير جدا. محمد علي واحفاده مهم جدا 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 جدا، من اهم الفصول اللي عندي في ايه؟ في المنهج. طيب هنتكلم عن ايه في فصل محمد علي؟ هنتكلم ازاي اصلا محمد علي جه مصر، وازاي محمد علي من قائد الجيش يصعد يكون قائد مصر او حاكم مصر او والي مصر. كل الحاجات دي هنعرفها باذن الله النهارده. طيب بدايه من خروج الحمله الفرنسيه حتى تولي محمد علي الحكم. طيب تعالوا معايا. بعد خروج الحملة قال لك هيجي عندي 3 قوى تتصارع على الحكم. مين هم ال3 قوى؟ قال لك رقم 1 العثمانيين، رقم 2 المماليك، رقم 3 انجلترا. فانت عندك دلوقتي مماليك، عثمانيين، انجلترا، كل واحد فيهم ليه الدوافع بتاعته. تمام؟ طيب واحدة واحدة. قال لك دلوقتي الدولة العثمانية كانت تحكم مصر قبل مجيء الحملة الفرنسية. فأنت عندك العثمانيين شايفين نفسهم إن هم اللي كانوا بيحكموا مصر قبل ما فرنسا تيجي عندنا، فبالتالي إحنا اللي لينا حق إن إحنا نسترد حكم إيه؟ حكم مصر. يعني إحنا عايزين نسترد الشرعية. تمام؟ طيب المماليك شايفين إن هم كانوا بيحكموا مصر قبل الدولة العثمانية. إحنا عرفنا إن الدولة العثمانية أخذت مصر من المماليك في معركتين، مرج ضابق والريدانية. طيب انجلترا بقى مستر، انجلترا مش ما لهاش علاقه بمصر. قال لك فاكر انجلترا لما كانت بتخرج مصر؟ فتغيرت سياستها. يعني ايه تغيرت سياستها مصر؟ يعني افكارها اتغيرت. هي كانت عايزه تخرج فرنسا تنافس استعماري، قال لك دلوقتي انا مش عايز اخرج فرنسا، لا انا عايز اخد مصر. طب تاخد مصر ليه يا عم الحاج؟ انت مالك ومال مصر؟ ده انت عايز تخرج فرنسا. قال لك الصراحه موقع مصر عجبني، والموقع ده هيسهل عليا التجاره. يعني الراجل ده عايز ياخد اهميه استراتيجيه، اهميه اقتصاديه، موقع مصر الجغرافي المتميز وتسهيل التجاره. طيب فتيجي تبص واحده واحده بقى كده، وبعد كده هناخدهم الثلاثه مع بعض في سبوره بيضاء كده ان شاء الله. قال لك لما الحمله خرجت من مصر حصل ايه؟ تنازع بين كام قوه؟ قال لك بين 3 قوى. مين ال3 قوى؟ انجلترا، عثمانيين، مماليك، او عثمانيين، مماليك، انجلترا. طيب الدوله العثمانيه شايفه، او السلطان العثماني شايف ان هو عايز يرجع حكمه. تمام؟ عايز يرجع ايه؟ الحكم بتاعه، وشايف ان هو اصلا اللي كان بيحكم مصر، فيقرر السلطان العثماني ان هو يتخلص من المماليك. مستر هو دلوقتي مين اللي بيحكم مصر؟ مفيش حد بيحكم مصر. يعني احنا دلوقتي في فتره اسمها فتره الفراغ السياسي. طيب بعد كده قال لك هنا السلطان عايز يتخلص من المماليك. يعني السلطان هنا عايز يحقق اهداف سياسيه. في ايه الاهداف السياسيه دي؟ قال لك في حكم مصر. اكبر لكم الخط شويه. طيب فيجي السلطان العثماني نبص نلاقي لهم بصوا يا جماعه انا هبدا اعمل شويه اجراءات. ايه يا عم الاجراءات بتاعتك؟ قال لك انا هكتسب الشرعيه على طول، انا عايز افض التنازع عن الحكم ده. طيب هتعمل ايه؟ قال لك انا عايز ارجع سيطرتي، فعشان ارجع السيطره هعين والي. عايز ارجع السيطره، فعشان ارجعها هعين والي. هتعين مين؟ قال لك والي اسمه خسرو باشا. فقام السلطان العثماني بارسال والي جديد، اهو يبقى اكتسبت الدوله العثمانيه خلاص، او استعادت الدوله العثمانيه حكم مصر من خلال تعيين خسرو باشا واليا على مصر. طيب فخسرو باشا يجي عشان يحافظ على ايه؟ تبعيه مصر السياسيه للدوله العثمانيه. وانت يا عم خسرو رايح عشان تخلص على المماليك. يبقى دلوقتي في نزاع بين مين ومين؟ الدوله العثمانيه والمماليك. فهنا الراجل ده جاي يخلص بين او على المماليك. طب احنا هنخلص على المماليك ازاي؟ قال لك التجمعات دايما مشكله، فانت فرق الناس عن بعضها تكسب. لو في جماعه انت عايز تحاربهم فرقهم. فيتبع السلطان العثماني معاهم سياسه اسمها سياسه التفرقه.
او سياسه اسمها سياسه فرق تسد. يعني هنا السلطان العثماني هيعمل على الفرقه والانقسام بين المماليك، السياسه ديت اسمها سياسه ايه؟ فرق تسد او مبدا فرق تسد. طيب فتيجي تبص مستر، طب ما الدوله العثمانيه دلوقتي بتحارب المماليك، يعني احنا كنا في فوضى وبرضه احنا لسه في فوضى، يعني حتى بعد خروج الحمله الفرنسيه الدوله في حاله من الفوضى، فقال لك اهوت محاولات العثمانيين ادت الى حدوث ايه؟ فوضى واضطرابات. طيب نيجي بقى على تاني ناس، انجلترا. طيب انجلترا شافت زي ما قلنا في بدايه الحلقه ان موقع مصر متميز، فانجلترا هنا قال لك يا عم الحاج احنا ندخل في الصراع. طيب هتدخل في الصراع ازاي؟ قال لك فاكر القوات بتاعت اللي كانت واقفه على شواطئ البحر المتوسط؟ ايوه يا مستر، اللي كانت بتحاصر فرنسا. مش هنمشيها، هنعمل على ابقائها. مستر يعني هم يفضلوا واقفين على شواطئ البحر المتوسط؟ بالظبط. فهنا قال لك انجلترا لم تفكر في اجلاء قوتها اللي شاركت في اخراج فرنسا. ليه يا عم؟ ليه؟ انت عايز تعمل ايه؟ قال لك انا عايز اسيطر على وادي النيل وعايز اسيطر على البحر الاحمر والبحر المتوسط. يبقى كده انجلترا عايزه تسيطر على الميه اللي موجوده في مصر او المواقع المائيه اللي موجوده في مصر او المسطحات المائيه اللي موجوده في مصر. تمام؟ اهو عايز تعمل سيطره على وادي النيل وبعض المواقع زي شواطئ البحر الاحمر والبحر المتوسط. انت بتعمل كده ليه يا عم الانجليزي؟ قال لك انا بعمل كده عشان امن طريق مواصلات للهند، يعني الهدف هنا هدف اقتصادي. طيب بعد كده قال لك والله السبب في ان انجلترا تعمل كده اهو، السبب كان فرنسا اللي بينت لهم اهميه موقع مصر. زي الفل زي الفل. طيب فتيجي هنا بقى تبص تلاقي ان السلطان العثماني زعلان. طب انت زعلان ليه يا عم السلطان؟ قال لك انجلترا عايزه تاخد مني مصر، فتروح انجلترا تتدخل للسلطان العثماني تقول له يا سلطان انت بينك وبين المماليك مشكله؟ قال لهم اه ده انا ناوي اعدمهم. طب وليه يا سلطان تعدمهم؟ ده الناس طيبه والناس حلوه والناس مش عارف ايه. احنا بنتوسط لك يا عم السلطان ما تعدمش المماليك. فالسلطان سمع كلام انجلترا وما رضاش يعدم مين؟ المماليك. يعني هنا انجلترا تحالفت مع مين؟ مع المماليك يا مستر، هتعرفها كمان شويه. يبقى انجلترا ساعدت المماليك ان هي منعت السلطان العثماني من اعدام زعماء المماليك. اعدام زعماء مين؟ المماليك. فقال لك هيحصل هنا تقارب، يعني تحالف ما بين انجلترا والمماليك. طيب تبص تلاقي ان انجلترا لقت، استنى نرفع كده عشان نكتبها لكم هنا، لقت ان الدوله العثمانيه او السلطان العثماني ده راح يعمل تحالف مع فرنسا. مستر مش فرنسا دي اللي كانت لسه محتله مصر دلوقتي؟ بالظبط، عملت تحالف مع السلطان العثماني. ايوه مستر العلاقه بينهم كده لا تسير على وتيره واحده. بالظبط. فهنا العلاقه لا تسير على وتيره واحده. ما بين مين ومين؟ قال لك ما بين السلطان وما بين فرنسا. حلو؟ حلو. طيب فتيجي نبص نلاقي ان انجلترا قالت ايه؟ اشمعنى يعني فرنسا تروح تعمل هي معاهده مع السلطان او تحالف مع السلطان؟ ده كده السلطان وفرنسا هيبقوا ضدي. فاقلق انجلترا، تقلق تقول لك لا نتخلى عن المماليك ونروح لمين؟ لفرنسا والسلطان. ايه ده يا عم؟ يعني انتوا رايحين عشان خاطر فرنسا بس؟ قال لك اه. يعني ده التنافس ايه؟ تنافس استعماري. تمام؟ يبقى انت عندك كده انجلترا راحت تعمل تحالف مع السلطان وتخلت عن المماليك بسبب تحالف فرنسا مع السلطان العثماني، يعني علاقات دوليه. فتيجي تبص تلاقي اهو فرنسا لما راحت للسلطان، انجلترا هي كمان راحت لمين؟ للسلطان. طيب فانت دلوقتي عندك العلاقات الدوليه او التحالفات الدوليه اثرت على علاقه انجلترا بالمماليك، نعرفها برضو كمان شويه. فالسلطان العثماني هنا اللي العلاقه بينه وبين فرنسا لا تسير على وتيره واحده. نيجي نبص، هو انت يا عم يا ست انجلترا كنت واقفه مع المماليك ليه؟ اهو انت حصل تحالف بينك وبين المماليك. قال لك عشان احقق مصالحي الشخصيه من خلال حكم مصر. عايزه تحقق مصالحها ايه؟ الشخصيه. فراحت تتحالف مع مين؟ مع المماليك. اشمعنى؟ لانهم الطرف الاضعف. يعني ده الطرف الانسب، انسب من العثمانيين عشان اقدر احكم مصر. طيب بعد كده اهو تحالفها بسبب اهداف شخصيه.
نلاقي ان انجلترا اتخلت خلاص عن المماليك. مستر المماليك دول هيتعلموا الغلط بتاعهم؟ المماليك مش هتتعلم. فلما انجلترا اتخلت عن المماليك لقينا ان المماليك هنعرف كمان شويه احتلوا القاهره، دخلوا القاهره. طيب مش كده انجلترا خدعت المماليك؟ ايوه يا مستر انجلترا خدعت المماليك، يبقى العلاقه بينهم كانت قايمه على التراجع والخداع. طيب نيجي بقى للمماليك اللي هم دايما يا عيني اللي على التيشيرت يروح يحارب يخسر. فانت بتبص على المماليك، ايه يا مماليك؟ قال لك والله احنا عايزين نستعيد الحكم. منين الحكم بتاعك؟ الحكم كان بتاع الدوله العثمانيه. ما احنا اللي كنا قبل الدوله العثمانيه، يعني المماليك هم كمان عاوزين يعملوا استعاده لحكم البلاد. طيب فعشان اقدر احارب الدوله العثمانيه انا لازم استعين بحد خارجي. هتستعين بمين؟ قال لك هستعين بانجلترا. يبقى الناس دول استعانوا بالانجليز ضد الاتراك اللي هم مين؟ المماليك. طيب انجلترا ترفض ولا توافق؟ قال لك وافقت. طب ليه يا مستر انجلترا وافقت؟ لان انجلترا كانت عايزه نفس الهدف. مستر مش فاهم. مش دلوقتي المماليك عايزين يحكموا مصر؟ اه، وانجلترا كمان عايزه تحكم مصر. طيب ازاي انجلترا عايزه تحكم مصر وراحت تتحالف مع المماليك؟ قال لك ما هي لما تتحالف مع المماليك ويتخلصوا من السلطان العثماني تروح انجلترا تتخلص من المماليك، لان المماليك هم الطرف الاضعف. طيب فتيجي تبص قال لك اهو انجلترا كانت تفكر في استخدام المماليك لنفس الغرض. نفس ايه؟ الغرض. طيب مين كده اللي عنده ذكاء سياسي؟ قال لك اهو انجلترا عندها ذكاء سياسي. طيب هل انجلترا دلوقتي استغلت موقف المماليك؟ اه يا مستر استغلت الموقف ان المماليك بتحارب الدوله العثمانيه، فهي قالت خلاص يبقى احنا نساعد المماليك عشان نخلص من الدوله العثمانيه، وبعد ما نخلص من الدوله العثمانيه نروح نحارب المماليك. بالظبط. يبقى هنا ده دليل على انتهاز ايه؟ انتهاز الموقف من انجلترا او استغلال الموقف من انجلترا. طيب ايه بقى اللي بوظ العلاقه اللي ما بينكم دي؟ قال لك اللي بوظ العلاقه المتغيرات السياسيه. ايه هي المتغيرات السياسيه؟ قال لك فرنسا لما راحت عملت تصالح او تحالف مع السلطان. فالتحالف مع السلطان خلى انجلترا تروح هي كمان تتحالف مع فرنسا في صلح اتسمى باسم صلح ايميان، وهتعرف كمان شويه. طيب تعالى بقى ناخدها واحده واحده. اصل انا مستر حاسس ان انا متلخبط. يا باشا ولا يهمك. تيجي تبص على رقم واحد قال لك مين كان عايز يستعيد الحكم؟ العثمانيون. طيب رقم اتنين اهو المماليك. رقم ثلاثة انجلترا. واحدة واحدة بقى كده وركز. العثمانيين دلوقتي عشان يسيطروا على الحكم هيعملوا ايه؟ قال لك يجي السلطان العثماني يعين خسرو باشا ويقول له يا عم خسرو انت رايح عشان تعمل تفرقة المماليك. طيب المماليك تسكت؟ قال لك لا، المماليك راحت عملت تحالف مع انجلترا. ليه؟ عشان يعملوا استعادة الحكم. طيب وانجلترا عاوزة ايه؟ قال لك انجلترا عايزة حكم مصر عشان تسيطر على ثلاث حاجات. ايه هما الثلاث حاجات؟ وادي النيل، بحر متوسط، بحر احمر. فلما انجلترا تلاقي المماليك بيقول لهم احنا عايزينكم تتحالفوا معانا، انجلترا توافق ولا ترفض؟ قال لك وافقت انجلترا على مساندة مين؟ المماليك. طيب فتروح انجلترا تتوسط للسلطان العثماني تقول له لو سمحت، انجلترا بتقول له عدم اعدام المماليك. يبقى هنا انجلترا راحت توسطت عن طريق ايه؟ عدم اعدام المماليك. يعني هنا الحمد لله مسانده. اهو انجلترا عملت مسانده المماليك. طيب بس كده مستر؟ قال لك لا مش بس، ده احنا هنلاقي السلطان العثماني راح يعمل تحالف اهو مع فرنسا. تحالف مع مين؟ مع فرنسا. طيب فلما يعمل تحالف مع فرنسا مين يزعل؟ انجلترا. فتقرر انجلترا ان هي تعمل ايه؟ شايف خط المساعده بتاع المماليك ده؟ اقطعه. طب وهتعمل ايه يا عم؟ قال لك احنا على طول نسيب بقى المماليك ونتجه الى فرنسا والسلطان العثماني. يعني هنا حصل متغيرات دوليه. اهو ده كده متغيرات دوليه.
طيب المتغيرات الدوليه دي خلت انجلترا تترك مسانده المماليك وتروح تساند السلطان العثماني. مستر، يعني كده مين اللي بقى لوحده؟ المماليك اهو. يعني هنا المماليك دول بمسانده ولا اصبحوا بدون مسانده؟ قال لك اصبحوا بدون مسانده. يعني دلوقتي انجلترا كان بتخدع المماليك؟ قال لك بالظبط. العلاقه ما بين انجلترا والمماليك كانت تقوم على علاقه خداع. حلو. يعني انجلترا دلوقتي كان عندها ذكاء سياسي. طب الذكاء السياسي في ايه يا مستر؟ ان هي كانت عايزه المماليك تستخدمهم في نفس الهدف. يعني ايه نفس الهدف؟ قال لك نفس الهدف وهو حكم مصر. ادي نفس الهدف، هم عايزين المماليك عشان يحكموا مصر، والمماليك هي عايزه، هي كمان عايزه تعمل ايه؟ استعاده حكم مصر. طيب فلما يحصل متغيرات دوليه تيجي انجلترا تعمل ايه؟ قال لك انجلترا تسيب المماليك وتروح للسلطان العثماني. بسبب مين؟ فرنسا، تنافس استعماري مع فرنسا، وتتحالف مع السلطان العثماني وفرنسا. يبقى انت كده المتغيرات الدوليه عندك بقى سلطان عثماني زائد فرنسا زائد انجلترا. طيب فالسلطان العثماني يطلع براها، بعد اذنك انت بره وسيبنا احنا مع بعض شويه. ايه؟ انتوا بقى في ايه؟ مش انتوا يا انجلترا طلعتونا من مصر؟ ايوه. ليه انتوا مش عايزين تخرجوا من مصر؟ انتوا ليه واقفين على شواطئ مصر؟ ما هي انجلترا كانت واقفه على شواطئ مصر. انا اعمل معاكي صلح بشرط ان انت تطلعي من مصر. قالت لا اله الا الله، انت عايزين نخرج من مصر؟ فهنا فرنسا خلاص حطت الشرط بتاعها، فانجلترا وافقت. طيب وافقوا على ايه؟ ان هم يعملوا صلح اسمه صلح اميان. راحت جايه فرنسا وانجلترا ماضيين مع بعض الصلح، وراحت جايه فرنسا قالت له تعالى يا حبيبي كده انزل انزل، يلا اطلع بره. يلا يا بلاش مناهده بلا خاله بلا ماله. حرام عليك يلا يا على شكلك. وراحوا مطلعينه. طيب فهنا تم عقد صلح اسمه صلح ايه؟ اميان. طيب الصلح ده بيقتضي بايه؟ خليك فاكر اهو، طردوا انجلترا بره، يبقى انجلترا خرجت من شواطئ مصر بسبب ايه؟ صلح اميان، او بسبب المتغيرات الدوليه، او بسبب التحالفات السياسيه. زي الفل؟ زي الفل. فكده انت ناقص لك مين؟ قال لي انا ناقص لي اتنين مماليك عثمانيين. فهنا المماليك والعثمانيين يحاربوا بعض. فجيت تبص لقيت ان المماليك بعد ما انجلترا سابتهم وتخلت عنهم وراحت للسلطان العثماني، يعني احنا كده محتاجين نمسح انجلترا، بقت بره اهو، مع السلامه، باي باي. يعني دول فين؟ قال لك دول خلاص طلعوا بره اهو. طيب لقينا بقى ان المماليك دول راحوا عاملين حاجه حلوه جدا، عملوا مهاجمه القاهره واحتلوا القاهره، سيطروا عليها. يعني المماليك اتأثرت بالسلب ولا بالإيجاب بعد خروج إنجلترا؟ مستر دول احتلوا القاهرة، يبقى اتأثروا بالإيجاب. يعني كده تخلي إنجلترا عن المماليك ما أثرش عليهم بالسلب؟ لا، ما أثرش بالسلب، ده بالعكس أثر بالإيجاب، لأنهم دخلوا إلى إيه؟ إلى القاهرة. طيب نرجع بقى للشرح. طيب نيجي بقى للمصريين. قال لك ظهر قوة لم يكن لها بال أو خاطر، لم تخطر على البال، ما جتش على دماغ حد أبدا. مين دي؟ المصريين. مستر المصريين دول اول مره يشاركوا في حاجه؟ لا، شاركوا قبل كده في الحياه السياسيه مع نابليون. بس يا مستر هم هيتدخلوا دلوقتي، هم عايزين الحكم. قال لك لا، مش عايزين الحكم، ولكن عايزين يختاروا الحاكم. عايزين يختاروا ايه؟ الحاكم. فتيجي تبص تلاقي ان الشعب المصري هنا، هل هو عايز الحكم؟ لا، لا يريد ايه؟ الحكم. طب هل هو عاوز يختار الحاكم؟ بالظبط، هو هنا دخل لاختيار الحاكم. اذا اختيار ده مين السبب؟ قال لك السبب هنا الحمله الفرنسيه. يبقى دلوقتي هل المماليك عملوا حساب الشعب المصري؟ اغفلوا دوره. هل انجلترا عملت حساب الشعب المصري؟ اغفلت دوره. هل العثمانيين عملوا حساب الشعب المصري؟ اغفلوا دوره. يبقى هنا القوه دي لم تكن على البال او الخاطر، في قوه جديده ظهرت. فتيجي تبص قال لك ان المصريين هنا لا يتصارعوا على الحكم، انما هم عايزين ايه؟ قال لك عايزين يختاروا الحاكم. يعني الناس ديت بتدل على وطنيتهم. طيب هي طلعت كده من قلب المشكله، قلت لهم ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ احنا يا جماعه فهمنا الدنيا اثناء الحمله الفرنسيه، تمام؟ فهنا قال لك تبلورت الزعامه الشعبيه، يعني ظهرت
الزعامة الشعبية وتطورت أثناء الحملة الفرنسية، وخبرتها زادت السياسية بسبب الدخول في الدواوين. طيب نيجي بقى على الشعب المصري. أنت عندك الشعب المصري ده أيام الحملة الفرنسية اشترك في الدواوين، فلما اشترك في الدواوين استيعابه السياسي زاد. مستر، هل المماليك عملوا حساب الشعب المصري؟ لا. طب هل انجلترا عملت حساب الشعب المصري؟ لا. طب العثمانيين ما حدش عمل حساب الشعب المصري. فقال لك القوه دي ظهرت ولم يكن لها بال او خاطر، يعني لم تكن على البال او الخاطر، ما حدش كان عامل حسابها. مع ان المصريين دول يا مستر هل عايزين ياخدوا حكم مصر؟ لا طبعا. امال عايزين ايه؟ قال لك عايزين يختاروا الحاكم. يعني الناس دول لا يفكروا في حكم مصر. حلو؟ زي الفل. طيب عرفوا منين اللي هم وصلوا له ده؟ قال لك عرفوه من خلال المشاركه في الدواوين بتاعه الحمله الفرنسيه. ركز معايا وحياه والديك. طيب فالناس دي ما كانتش عايزه تتصارع على ايه؟ على الحكم. امال عايزه ايه يا مستر؟ قال لك ظهرت حاجه اسمها الزعامه الشعبيه. ظهرت امتى؟ ايام الحمله الفرنسيه، وتبلورت يعني زادت في الظهور وزادت في المكانه ايام برضه الحمله الفرنسيه. فالناس دول قال لك والله العظيم احنا عندنا خبرات سياسيه. تمام؟ طيب والخبرات السياسيه تخلينا نقدر ندخل في حكم مصر، بس احنا مش عايزين ندخل في حكم مصر. امال يا عم انت عايز ايه؟ قال لك انا عايز اختار حاكم مصر. يبقى الناس دي بسبب الحكم السياسي مع الفرنسيين عرفوا حاجات جديده، فبالتالي هم عايزين يحكموا او يختاروا حاكم مصر اهو. نيجي بقى بعد كده نعرف مين هم الزعامه الشعبيه. قال لك دول شويه ناس تجار وعلماء وشيوخ ازهر. كان من ضمنهم واحد اسمه الشيخ عبد الله الشرقاوي، واحد اسمه عمر مكرم، نقيب الاشراف. طيب فنيجي نبص نلاقي ان هم دخل لهم تجار زي التاجر المشهور جدا في الوقت ده، افتكر الاسم ده كويس هناخده ايام محمد علي، اسمه احمد المحروقي. طيب عملوا ايه بقى؟ قال لك طلع لهم شويه علماء وشويه اشراف وشويه تجار وشويه حاجات كده، بداوا ان هم يتحكموا في مصير مصر. طيب لما يتحكموا في مصير مصر هنعرف دلوقتي سنة 1802 اهو، سنة 1802 مش و3، يعني التاريخ ده 1802 حصل صلح اميان اللي احنا شرحناه على السبوره البيضاء. طيب ايه اللي حصل في صلح اميان؟ قال لك خرجت انجلترا من مصر لما فرنسا اتلات على كده طلعي بره. طيب كان بقى بين مين ومين الصلح ده؟ قال لك كان يوم 25 مارس 1802. لقينا ان الصلح دوت عقدته انجلترا مع فرنسا مع هولندا مع اسبانيا. ليه يا مستر؟ قال لك عشان يسووا الحروب اللي في فرنسا. يعني هنا لتسويه حروب مين؟ فرنسا اللي موجوده فين؟ في اوروبا. يعني هنا الصلح كان لمين؟ قال لك للغرب. تمام؟ فبموجب الصلح ده خرجت انجلترا من مصر. طيب فهنا الانجليز خرجوا بطريقه دبلوماسيه، الانجليز خرجوا بطريقه دبلوماسيه بسبب صلح اميان او العلاقات الدوليه. نيجي بقى بعد خروج فرنسا ايه اللي حصل؟ قال انه هناك احتلت المماليك القاهره. مستر السبب الاجابه. فتيجي تبص تلاقي ان المماليك دول كانوا اصلا اخدين المنيا. تمام؟ هم قاعدين في الصعيد وراحوا قاطعين الملاحه. قطع الملاحه دي يعني الملاحه تحت سيطرتهم دي المره الاولى ولا الثانيه؟ قال لك الثانيه. طب الاولى كانت في عهد مين؟ قال لك الاولى في عهد نابليون. ده مقالي اهو. تمام؟ يبقى الثاني مره تقطع المماليك الملاحه في نهر النيل. يعني ده هيأثر سياسيا ولا اقتصاديا؟ قال لك هيأثر اقتصاديا على الوالي اللي ماسك مصر اللي كان اسمه ايه؟ خسرو باشا. طيب فالبلاد تدخل في حاله من الفوضى والصراعات بسبب المشاكل الاقتصاديه. تمام؟ وبسبب الفرق السياسيه اللي هي المماليك والسلطان العثماني. فتيجي تبص يا عم تلاقي هنشرحها بالظبط الحته دي دلوقتي على سبوره بيضاء ان الوالي اتشال اللي هو خسرو باشا اتحبس. هنعرف دلوقتي اتحبس ليه. فبدا السلطان العثماني يبعت والي تاني ما يلحقش يكمل، يتقتل يموت يتخطف مش عارف ايه. تمام؟ فالولاه بسرعه 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 والي في والي في والي في والي الدنيا بايظه. طيب مين اللي يستغل الفرصه؟ المماليك. طيب الولايه ديت بتتغير ليه او الوالي بيتغير ليه؟ قال لك الوالي بسبب ان هم قطعوا الملاحه في نهر النيل ما بقاش قادر يدفع رواتب الجند، عنده مشاكل اقتصاديه. فهنا قال لك الولاه مش قادرين، عندهم عجز عن دفع رواتب ايه؟ الجنود. فالجنود تعمل ثوره. يبقى دلوقتي اول ثوره بعد خروج الحمله الفرنسيه او اول تمرد في فتره الفراغ السياسي
يعني مفيش حاكم وقت محدش عارف يحكم الدوله. كانت فين؟ قال لك الجنود، يعني الفرق العسكريه. هم اول ناس عملوا تمرد. طيب لما عملوا ايه؟ قال لك هيسجنوا خسروا، هنعرف كمان شويه. فتيجي تبص تلاقي ان المماليك استغلوا تعدد الولاة، واللي منهم بيتسجن واللي بيعتقل واللي بيتقتل واللي بيهرب واللي بيتخطف. مفيش ولا عارف يدخل مصر. مصر في فتره فراغ سياسي. مستر، الفراغ السياسي ده للمره الكام؟ اهو ده كده فراغ سياسي. طيب الفراغ ده المره الكام؟ قال لك المره الثانيه. طب مستر انا مش فاكر المره الاولى، هي المره الاولى كانت امتى؟ قال لك بعد موقعة امبابه. اصحى. طيب فتيجي تبص تلاقي ان المماليك قدروا ان هم يدخلوا القاهره. يعني المماليك سيطروا على ايه؟ قال لك على القاهره. تمام؟ يعني البلاد دلوقتي تحت حكم مين؟ قال لك تحت حكم المماليك. طيب فالمماليك ترفع الضرائب، فالشعب المصري يزعل. طيب مين اللي كان ماسك الحكم في الوقت ده؟ قال لك واحد اسمه البرديسي. فهنا البرديسي مش قادر يدفع رواتب الجند، فالبرديسي يدفع او يعلي الضرائب. فالشعب المصري تعالى عليا بس ما تجيش على فلوسي. حافظينها، اول ما تلاقي الضرائب اترفعت، يا برديسي يا برديسي ايش هتاخد من تفليسي. الشعب المصري يعمل ثوره ويطلع يقول لهم كده في الشارع. فهنا يحصل ثوره الشعب المصري سنه 1804 ضد المماليك. يبقى الثوره هنا الاسباب ايه؟ قال لك ضرائب يعني اقتصاديه يا مستر. تمام زي الفل. طيب بعد كده اللي احنا لسه قايلينها، خروج الانجليز من مصر اثر بالايجاب على انجلترا. اثر بالايجاب على ايه؟ على انجلترا. طيب فكده المماليك قوتهم ثابته ولا اختلفت؟ قال لك اختلفت. ايام الانجليز كانوا ضعاف قاعدين في الصعيد، بعد خروج الانجليز اصبحوا اقوياء وراحوا طالعين احتلوا القاهره، فبالتالي قوه المماليك هنا اختلفت. طيب فالمماليك قدروا ان هم يسيطروا على الجهات الشماليه والجنوبيه لمصر، فبالتالي العثمانيين ما بقوش موجودين. مستر حاسس ان انا تهت قبل محمد علي، نعرف ايه اللي حصل. تعالى يا باشا دلوقتي المماليك هم، هنكبر الخط معلش، عارف ان انت نظرك ضعيف. احول انت فاجئتني بالموضوع ده. فالمماليك هنا قال لك قطعوا الملاحه في نهر النيل. طيب بعد كده تيجي المماليك هنا تقول لك، قبل المماليك تعالى كده خش معايا على خسرو. مين اللي كان بيحكم مصر يا مستر؟ واحد اسمه خسرو باشا، فاكره اللي السلطان العثماني بعته عشان يمسك مصر بعد خروج فرنسا. طيب خسرو باشا ده كان معاه واحد اسمه طاهر باشا. طيب يا مستر طاهر باشا دوت ماسك ايه؟ قال لك طاهر باشا كان ماسك فرقه الجيش اللي هم الفرقه العسكريه، ناس اسمهم الألبان وناس اسمهم الإرناؤوط. لا القلب عارف ان انا بحبكم. بص طيب طاهر باشا كان معاه واحد بيساعده. مين بقى اللي بيساعده يا مستر؟ محمد علي. يعني محمد علي كان النائب بتاع طاهر باشا. طيب الاثنين دول في نفس اللحظه. فتيجي تبص لما المماليك تقطع الملاحه في نهر النيل، بعد كده خسروا مش قادر يدفع الرواتب. ليه؟ لان الاحوال الاقتصاديه ماشي خلاص تنزل لتحت ضيعه. فانا دلوقتي مش قادر ادفع رواتب الجند بسبب قطع الملاحه في نهر النيل. يبقى خسروا ده هيقابل مشاكل اهو اقتصاديه. طيب انتوا يا شويه مماليك دي المره الكام اللي تقطعوا فيها الملاحه؟ قال لك كده المره الثانيه. طيب اول مره كانت في عهد مين؟ قال لك مع نابليون في مقاومه اهالي الصعيد. فخسروا، نخلينا بقى معاه شويه، مش قادر يدفع الرواتب. فالجنود اللي ماسكهم محمد علي وطاهر باشا يبداوا يعملوا ثوره، عاوزين فلوسنا. يبقى الجنود هنا عملوا ايه؟ قال لك عملوا تمرد. تمام؟ وراحوا جايين ماسكين خسرو باشا، قالوا له تعالى يا عم خسرو احنا هنحبسك. يبقى هنا الألبان والإرناؤوط حبسوا مين؟ خسرو باشا، ويمسكوا من مكانه طاهر باشا بقى والي. إذا مين اللي بقى قائد الجنود؟ محمد علي أصبح قائد الجند.
فمحمد علي يبص كده، ماليش دعوه، انا اللي يحصل يحصل، ماليش دعوه. انا كده قابض وكده قابض مرضيه. فهنا المماليك الاحوال الاقتصاديه عماله تقل عند العثمانيين، المماليك فرحانه. فهنا تيجي تبص تلاقي ان طاهر باشا لما يمسك عنده نفس المشاكل الاقتصاديه، تمام؟ فتستغل المماليك الفرصه وتروح تعمل ضرب القوات العثمانيه، القوات ضعيفه. طيب، وتعمل طرد للقوات العثمانيه وتحتل القاهره. مستر، كان ده قبل ما انجلترا تسيبهم ولا بعد ما انجلترا سابتهم؟ قال لك ده بعد انجلترا، بعد خروج انجلترا. طيب، فاحنا دلوقتي بنبص لقينا المماليك اثرت على العثمانيين اقتصاديا واضعفت العثمانيين. فهنا راحت المماليك تعمل ايه؟ قال لك تضرب القاهره. مستر، طب هو ليه السلطان العثماني ما بعتش والي تاني بعد ما طاهر باشا مات؟ قال لك دلوقتي كل ما نبعت والي، يعني الوالي جاي اهوت من شمال شرق مصر، يا اما يتقتل، يا اما يتحبس، يا اما يتخطف. مين اللي بيعمل كده؟ المماليك. فبالتالي في والي عارف يجي لمصر؟ قال لك مفيش والي عارف يجي الى مصر. طيب، فتروح المماليك تسيطر على القاهره. فهنا مين اللي ماسك الجنود؟ البابا محمد علي. فمحمد علي يروح قال للجنود، هو مين اللي ماسك حكم مصر؟ قالوا له المماليك. طب مين اللي ماسك المماليك؟ مين قائد المماليك دلوقتي؟ قال لك واحد اسمه البرديسي. كان في عندهم واحد اسمه البرديسي وواحد اسمه محمد بك الألف، هنعرف الألف كمان شويه. طيب، فالبرديسي هنا هو اللي ماسك ايه؟ مصر، يعني هو اللي بيحكم القاهره وهو اللي بيحكم مصر. فمحمد علي يوحي الجنود ان هي تطالب بالرواتب من البرديسي. فالبرديسي عنده نفس المشكله، المشكله الايه؟ الاقتصاديه. فيقرر البرديسي ان هو يعمل رفع الضرائب. فالشعب المصري يعمل ايه؟ يا برديسي يا برديسي ايش هتاخد من تفليسي؟ فيعمل ثوره. يبقى بسبب رفع الضرائب حصل ثوره الشعب المصري، تمام؟ طيب، نروح للملزمه. نيجي بقى لشخصيه محمد علي. ظهر ازاي الراجل ده وكان موجود فين مولود فين؟ فمحمد علي اتولد في مدينه قوله في اليونان، وكان بيبيع ايه؟ بيبيع سجاير يا مستر، تمام؟ طيب، فمحمد علي لقى ان شغلانه السجاير دي مش جايبه فلوس، فقرر ان هو ينضم الى الجيش العثماني. طيب مستر، الراجل ده مولود في اليونان، ازاي دخل للجيش العثماني؟ ما هو يوناني. قال لك لان اليونان كانت تحت الحكم العثماني، يعني الراجل دوت اكنه ايه؟ عثماني. فهنا انضم محمد علي الى الجيش وبدا ان هو يشتغل في الجيش لحد ما فضل يترقى في المناصب، وهيمسك قائد الالبان والارناؤوط زي ما قلنا من شويه. طيب، فمحمد علي احنا عارفين ان هو واقف كده وشايف الشعب المصري وشايف البرديسي وهو بيحكم، وشايف ان البرديسي مش قادر يدفع رواتب الجنود، فالشعب المصري يعمل ثوره. فمحمد علي قال لك ثوره. طيب، فانا دلوقتي هخاف على الشعب المصري ولا هخاف على المماليك؟ اقف في صف الشعب ولا في صف المماليك؟ اكيد مصر هيقف في صف الشعب لانه ما بيحبش المماليك. طيب، فيجي محمد علي يقول لك لا، انا ولا بحب ده ولا بحب ده، انا هنضم للشعب عشان الثوره ما تصيبش الجنود بتاعتي. يعني محمد علي اصلا كان خايف على جنوده اللي هم الالبان والارناؤوط. طيب، فيجي محمد علي يقول لهم يا جماعه انا بنضم للعلماء والمشايخ. طيب، ايه ده؟ مش الراجل ده عثماني؟ بينضم لنا ليه؟ فيبدا الشعب المصري يشك في مين؟ في محمد علي. فيقول لهم يا جماعه مين اللي عمل الثوره؟ يقول له اهو الاهالي الغاضبين من رفع الضرائب. فيروح ينضم للاهالي الساخطين، يعني الغاضبين. فمحمد علي كده انضم للعلماء والمشايخ وانضم للاهالي ايه؟ الساخطين. طيب، وهيروح يقول للجنود بتاعته عاملوا الاهالي دي معامله كويسه، محدش يزعلهم. فبالتالي محمد علي يكسب مين؟ الاهالي. يعني محمد علي بيكون ظهير شعبي. طيب، دلوقتي انت ليه برضه يا محمد علي رحت للعلماء والمشايخ؟ قال لك العلماء والمشايخ عندهم مكانه اجتماعيه. فانا دلوقتي لما اضمن العلماء والمشايخ هيقنعوا الشعب بيا، وكمان هنضم للشعب واقنع الشعب ان انا بحبه. ازاي؟ قال لك لما اروح اوصي الجنود بتاعتي ان هم يحترموا الشعب المصري. بعد كده يروح محمد علي للشعب ويقول لهم يا جماعه انتوا اللي مزعلكم الضرايب. طيب، انا هتوسط للسلطان العثماني
وبوعدكم ان انا هبذل قصارى جهدي لتخفيف الضرائب. فالشعب يبص كده، الراجل ده طيب قوي. يخرب بيت حلاوتك. طب انت دلوقتي هتنزل الضرايب؟ اه هنزل لكم الضرايب. طب هل محمد علي بيني وبينك كده هينزل الضرايب؟ تمام. طيب فمحمد علي يبدا يقنع الشعب المصري ان هو الملاك المنقذ، انا جاي اخلصكم من الضرايب. فالشعب المصري يحب محمد علي. تمام. ليه؟ لانه تعهد ان هو يرفع الضرايب. بعد كده محمد علي استغل بقى الموجه بتاعت غضب الشعب من المماليك وراح يضرب مين؟ المماليك. يبقى الراجل ده انتهز موجه الغضب وهاجم المماليك اللي قاعدين فين؟ في القاهره. فيطرد المماليك للصعيد. يبقى هنا الصعيد رجعت تاني، سوري، المماليك رجعت تاني الى الصعيد. فالبلد تبقى بدون حاكم اولي، يعني فتره فراغ سياسي. طيب فتيجي محمد علي، انت يا عم الحاج ضربت دلوقتي المماليك دول ليه؟ قال لك عشان الشعب المصري يحبني. تمام؟ يعني محمد علي كده استغل الموقف ولا ما استغلش الموقف؟ استغل الموقف يا مستر. يعني محمد علي عنده انتهازيه الموقف. زي مين يا مستر اخدناه قبل كده؟ زي علي بيك الكبير. انتهازيه موقف، صح؟ طيب فتيجي تبص تلاقي ان محمد علي بدا كمان يحبب الشعب في اكتر ويقول لهم ايه رايكم يا جماعه لو طلعنا خسرو باشا من السجن؟ خسرو باشا؟ هو مش خسرو باشا ده اللي الالبان والارناؤوط اللي هم فرق محمد علي حبسوه لما كان ماسكهم طاهر باشا؟ فلو خسرو باشا طلع هيعمل ايه في الالبان والارناؤوط؟ هينفخهم. فمين اللي يرفض؟ الشعب. قال لك لا طبعا، ده الالبان والارناؤوط يروحوا لمحمد علي يقول له خد بالك احنا اللي حبسنا خسرو باشا. فمحمد علي يقول لهم لا ما ينفعش، خلاص خسرو باشا ده شكله ما ينفعش. فيبقى محمد علي اقترح ان هو يطلق سراح خسرو باشا من سجنه في القلعه. تمام. ويعينه والي. ليه يا عم محمد علي انت بتقول كده اصلا؟ ما تمسك انت. قال لك لا، محمد علي عايز يظهر ان هو غير طامع في الحكم. مستر ما هو غير طامع اهوت، ما هو مش عايز يمسك. لا، محمد علي هنا بيقترح الناس دي لان الناس دي مش حلوه، او الناس اللي هيقترحهم مش حلوه. فبالتالي الشعب زي ما عمل ثوره دلوقتي هيعمل ثوره بعد كده. فمحمد علي لو بان ان هو طمع في الحكم، الشعب هيقول لك ده كان بيكذب علينا عشان يمسك حكم مصر. طيب فمحمد علي يقترح تعيين خسرو ليظهر انه غير طمع في ايه؟ في الحكم. فالالبان والارناؤوط ترفض. فيجي بعد كده نلاقي محمد علي بيقول لهم فكره جامده. ايه رايكم نعين خورشيد باشا؟ خورشيد باشا منين ده؟ قال لك ده حاكم مدينه الاسكندريه. ايه ده يا مستر عم المماليك؟ تعالى لي. فاكر مش كان اللي بيمسك حكام الاقاليم المماليك؟ ايوه. فدلوقتي اللي ماسك حكام الاقاليم في الفتره دي اتراك. لا يا مستر اتراك. قال لك لان لما انت لقينا بعد خروج الحمله الفرنسيه المماليك بتصارع عشان تاخد الحكم مره ثانيه، السلطان يحبهم ولا يكرههم؟ هيكرههم يا مستر. جدع. فالسلطان يعينهم حكام اقاليم ولا يشيلهم من حكام الاقاليم؟ هيشيلهم من حكام الاقاليم. فلما يشيلهم من حكام الاقاليم يخلي حكام الاقاليم اتراك. ده دلوقتي بعد خروج الحمله الفرنسيه اصبح حاكم الاقليم منين؟ من الاتراك. فتيجي تبص يبقى كده خورشيد باشا ده تركي ولا مملوكي؟ تركي. يبقى محمد علي هنا اقترح تعيين خورشيد باشا لانه تركي. يبقى محمد علي بيتجنب الصدام مع السلطان العثماني. يا ابن اللعيبه. يبقى هو كده ضرب عصفورين بحجر. تجنب الصدام مع السلطان العثماني ان هو ايه؟ اقترح تعيين خورشيد باشا. وتجنب او قدر ان هو يكسب حب الشعب لما اقترح تعيين خورشيد باشا وظهر انه غير طامع في الحكم. يبقى هنا لتجنب غضب السلطان. طيب فهنا خورشيد باشا بيحكم مدينه ايه؟ الاسكندريه. فمحمد علي برضه لما يعين خورشيد باشا او يقترح تعيين خورشيد باشا فهيظهر هنا بمظهر الغير طامع في الحكم عشان يكسب الظهير الشعبي. طيب يا عم محمد علي، خسرو باشا كان موجود في السجن بسبب ايه؟ دوافع اقتصاديه. ايه هي الدوافع الاقتصاديه؟ ما كانش قادر يدفع رواتب الجنود. طيب فمحمد علي كل اللي عمله ده كسب بعطف الشعب المصري. فالشعب هنا بص له كده، انت راجل طيب قوي، انت ما بتحبش الظلم، احنا هنحبك يا محمد علي. ما اعرفش اللي فيها تحت السواقي دواهي. طيب فخلاص محمد علي قدر ان هو يكسب حب الشعب المصري. فالشعب يختار خورشيد باشا، فالوالي العثماني يطلع فرمان بتعيين خورشيد باشا واليا على مصر. الله. تعالى لي بقى. خورشيد باشا هنا لما يقعد كده على كرسي الحكم هيحس ان الكرسي مش ثابت. لا يا مستر الكرسي مكسور. لا، الكرسي في واحد عايز ياخده.
ده شخص وحش ومحمد علي شخص وحش، والاتنين عندهم مكر سياسي كده. محمد علي ده ما قعدش على كرسي الحكم ليه؟ هو كان قدامه. محمد علي ده كده حاططني كبش فدا. محمد علي شكله مش عايزني، وشكله حاططني عشان عارف ان انا وحش عشان الشعب يختاره. فهنا خورشيد يحس ان الكرسي ثابت ولا مش ثابت؟ الكرسي مش ثابت يا مستر. فيبدا خورشيد باشا يفكر، طب ما انا اتغدى بيه قبل ما يتعشى بيا، هو كده كده هيشيلني. فاول ما خورشيد يمسك الحكم مش هيكون مطمئن لمين؟ لمحمد علي. فيحاول ان هو يتخلص من مين؟ من محمد علي. يعني العلاقه بينهم في بدايتها قامت على توتر اهو، يعني عدم الثقه. طيب ليه يا عم انت خايف من محمد علي ليه؟ قال لك انا خايف من محمد علي مش عشان سياسته، ولكن عشان مكر محمد علي، وان هو قدر يكسب الظهير الايه؟ الشعبي. يعني هنا الخوف جاي من شعبيه محمد ايه؟ علي. طيب يجي بقى خورشيد، تعالى لي. ايه رايك يا عم محمد يا علي لما انت تروح تقضي على المماليك في الصعيد؟ محمد علي يقول له اه، عايز نروح الصعيد عشان تستفرد انت بالمصريين في القاهره وتبعدنا عن المركز السياسي؟ مش رايح. فيرفض محمد علي ان هو يتوجه لفين؟ للصعيد. يقول هخلص منه ازاي ده؟ مش عارف. فمحمد علي مش راضي ان هو يبعد عن شعبيته. فيجي خورشيد يفكر، يقول لك اه دلوقتي محمد علي رفض يروح للصعيد، طب ما انا اشوف حاجه تانية تبعد محمد علي. مين يا عم اللي يبعد لك محمد علي؟ مش انا الوالي؟ طب ما انا اروح للسلطان العثماني اقول له يا عم السلطان انا عندي شويه طلبات. هتطلب ايه يا خورشيد؟ اتفضل. بص عد معايا. محمد علي رفض ان هو يروح يقضي على المماليك، يعني انا دلوقتي معيش فرق عسكريه اللي هم البان ارناؤوط. انا عايزك يا عم السلطان تبعت لي فرق تانية. قال له بس كده؟ ده انا عندي فرقه مكفره امي، خدها. فيبعت له السلطان العثماني فرقه اسمها الدولاه. يعني ايه الدولاه؟ يعني المجانين او المتهورين. فتيجي فرقه الدولاه دول اهو، اللي هم المجانين او المتهورين. ايه ده؟ اكل؟ ناكل الاكل. دخلوا الاسواق المصريه اكلوها. طيب حاسب يا ابني. مش هنحاسب، احنا تبع الوالي. فالناس ديت جابت فساد ونهبت المصريين، فالمصريين كرهوا الدولاه. يعني ده بسم الله الرحمن الرحيم كده كره. طيب فتيجي تبص تلاقي ان السهم اللي انت ضربته ارتد في صدرك. تنطبق على مين دي؟ على خورشيد باشا لما استعان بمين؟ بالدولاه. يعني خورشيد باشا جاي يضرب محمد علي كده، السهم رد في صدره هو. تمام؟ عارف انت الواد بتاع الزمالك ده؟ تمام؟ الزمالك دلوقتي خلاص بينزل، مش هنلاقي له قومه. يا ربنا يديمها عليه دايما يا رب. فبدل ما السهم بتاع الزمالك يضرب في الاهلي، لا رد في الزمالك. تمام؟ مين ده؟ قال لك ده خورشيد باشا، ولا اي حاجه، زي ما احنا في خورشيد باشا. طيب المهم جيت له الدولاب، قال لك خلاص حلو، انا هطلب من السلطان طلب تاني. خد عندك الالبان والارناؤوط، انا مش عايزهم. يا ابني دول بتوع محمد علي. ما انا عايز اضعف قوه محمد علي عسكريا. مين اللي بيساعد محمد علي؟ الالبان والارناؤوط. طب السلطان هياخدهم فين؟ قال لك في اسطنبول. طيب مين اللي يرفض؟ قال لك محمد علي رفض ارسال الالبان والارناؤوط الى اسطنبول، فرفض محمد علي. فتيجي تبص تلاقي برضه خورشيد عمال يا لهوي هخلص منه ازاي؟ طب انا اروح اخد من السلطان فرمان. فرمان يعني امر من السلطان. اقول له ايه رايك يا عم السلطان لو تنقل محمد علي وتخليه والي؟ اخليه والي ليه؟ قال لك والي حلو، بدل ما هو قائد الفرق العسكريه يروح يمسك والي في مكان تاني. يعني خورشيد عايز يتخلص من محمد علي. فهنا يطلع فرمان من السلطان ان هو ينقل محمد علي في مايو 1805 ويعينه والي على جده. يعني محمد علي هيرتفع، بس محمد علي مش عايز كده. محمد علي عايز ايه؟ محمد علي عايز حكم مصر. فهنا محمد علي يجي له فرمان ان هو يكون والي على جده، يعني مكانته هتعلى. هتوافق يا عم محمد يا علي؟ بص مش هقدر اقول لا، بس انا اروح للشعب يرضيكوا يا شويه علماء ومشايخ زعامه شعبيه. السلطان يبعتني الجده واسيبكم وامشي؟ ده انا حبيتكم والله. فمحمد علي يلاقي الشعب يقول له لا احنا مش موافقين. فالشعب هنا يرفض نقل محمد علي واليا على جده. يبقى مين اللي خلى محمد علي قاعد في مصر؟ الزعامه الشعبيه. يبقى لولا تدخل الزعامه الشعبيه في مايو 1805 لكان محمد علي واليا على جده. طيب ادي مسانده.
دي اول مسانده اهو. يبقى الشعب هنا واقف جنب محمد ايه؟ علي. طيب فتيجي تبص خورشيد يقول لك ابن الكلب شعبيته بتزيد وانا شعبيتي بتقل. طب انت شعبيتك هتقل بسبب ايه يا خورشيد؟ بسبب المجانين اللي جول اللي اسمهم الدولاب. الشعب بقى بيكرههم. فيجي خورشيد باشا يقول لك بص يا عم الحاج، انا هرفع الضرايب. انا هرفع ايه؟ الضرايب. فالشعب تعالى عليا بس ما تجيش على ايه؟ اتمنص. فهنا خورشيد يقول لك يلا ضرايب. طب ضرايب ازاي وانت اصلا عندك فرقه اسمها فرقه الدولاه، وفرقه الدولاه دي عامله لنا غضب. فتيجي تبص تلاقي الشعب المصري اللي لسه عامل ثوره السنه اللي فاتت 1804 قرر ان هو يعمل ثوره. ثوره. طب الثوره ده يا مستر بسبب ايه؟ بسبب حاجتين، بسبب الضرايب وبسبب فرق الدولاب. يبقى يا عم خورشيد الفرق اللي انت جايبها تساعدك هي اللي عملت على هزيمتك. يعني هنا هو استفاد منهم ولا اثروا عليه بالسلب؟ اثروا بالسلب. زائد الضرايب اللي انت عملتها. يبقى انت عندك دافع عسكري اللي هو فرق الدولاب، وعندك دافع اقتصادي. فهنا نلاقي الشعب بيتجمع مع بعض اللي هم الزعامه الشعبيه يقول لك بص يا عم احنا هنروح نجتمع في دار اسمه دار المحكمه في يونيو 1805. تمام؟ لا ديت يونيو. وهنقرر حاجتين، ان احنا نمشي خورشيد باشا يلا مع السلامه اطلع بره، ونعين مكانه الشخص حبيبنا وهو اللي هينجدنا وهو اللي هيعمل كل حاجه، الحاج مين؟ محمد علي. فمحمد علي هنا يلاقي الشعب يقول له تعالى، قال لك كده انت تعالى. فقال لهم نعم. قال له احنا عايزينك تمسك ولي على مصر. حاضر. طب ليه ما تمسكوش قائد الزعامه الشعبيه عمر مكرم؟ لان عمر مكرم مصري ومش عثماني. محمد علي يقول لهم يعني انتوا هتمسكوني انا عشان عثماني؟ يقول له يقول لهم حاضر همسك بس بشرط تكونوا هتشرطوا عليا؟ ماشي. هو محمد علي بيعمل ايه؟ بيتمسكن عشان يتمكن. حلو؟ حلو. محمد علي قابل بالكلام ده؟ مش قابل. شرط منه انتوا هتشترطوا عليا؟ ده محمد علي. طيب ايه الشروط بتاعتكم؟ يقول له انت هتحكم بالعدل. يقول لهم انا كده كده هحكم بالعدل ان شاء الله. عندها مش هحكم بالعدل ولا حاجه. فمحمد علي تلاقي مكتوب عليه شرط ان تحكم بالعدل ان شاء الله. تاني شرط الا تبرم امرا الا بمشورتنا. يعني محمد علي دلوقتي سلطته مطلقه ولا مقيده؟ محمد علي قاعد كده عايز ارفع الضرايب تيجي تسالنا احنا اول، عايز اعمل كذا تيجي تسالنا احنا اول. يعني سلطه محمد علي دلوقتي سلطه مقيده. فانا محمد علي يقول لهم انا موافق. ليه يا عم هتوافق؟ ليه انت لسه قايل دلوقتي بينك وبين نفسك انا مش موافق؟ يقول لك الموافقه دي موافقه مؤقته، لان انا كده كده ان شاء الله ناوي اخلص منهم. يعني محمد علي وافق موافقه مؤقته. طيب فتيجي تبص تلاقي ان خورشيد يقول لهم انتوا بتشيلوني انا عشان الصعلوك ده؟ لا طبعا. مين اللي معينني؟ السلطان العثماني. انما محمد علي مين اللي عينه؟ الشعب المصري. يعني هنا التعيين غير شرعي. سلطه محمد علي دلوقتي سلطه غير شرعيه. سلطه غير ايه؟ شرعيه. فمحمد علي يقول لهم يرضيكم يا جماعه بصوا طلع بالفرقه العسكريه بتاعته يحاربني والله العظيم انا غلبان مش هحارب. يقول له بس خليك انت عندك انت مش هتحارب، احنا هنحارب لك خورشيد. يبقى الزعامه الشعبيه طلعت تحارب خورشيد لما خورشيد رفض ان هو يمشي. فتيجي تبص تلاقي ان عمر مكرم مستر. مين عمر مكرم ده؟ قائد الزعامه الشعبيه اللي اخر الشروط على محمد علي اللي هو اصلا مصري، اللي كان ماسك منصب نقيب الاشراف. طيب الراجل ده قال لك احنا هنطلع نحارب خورشيد. مستر دلوقتي هي بدات بعزل خورشيد، حاربوه؟ لا ما حاربوش. يبقى خلصت بطريقه رسميه؟ لا، في محاكم، في طلاق، في اسره، مش هتخلص بطريقه سلميه. هيروح تقدم في شكوى. فخورشيد هنا مش هيخلصها بطريقه سلميه، هيقول لك انا طالع بالجيش احاربهم، انا بحافظ على الحكم بتاعي. فالشعب المصري يطلع هو يحارب ايه؟ خورشيد باشا. مستر ده كده تاني مره الشعب يساعد محمد علي بالظبط. طيب فمحمد علي دلوقتي قاعد في مكانه والشعب بيحارب له. فالسلطان يبص ايه اللي بيحصل هناك ده؟ الناس دي بتحارب ليه؟ قالوا ده الشعب عزل خورشيد. الحق يا سلطان اللي انت معينه مشى. قال لهم ازاي يعني اللي انا عينه يمشي؟ قال له اقسم بالله الشعب المصري شال خورشيد باشا وحط محمد علي. قال لهم يعني الشعب هيرضى لو احنا طلعنا فرمان بعزل خورشيد
وتعيين محمد علي قال له هيبطل ثوره. خلاص ارضي الشعب بس بامري نحفظ ماء الوجه. احنا نطلع فرمان نقول عزل خورشيد باشا وتعيين محمد علي، يبقى محمد علي هنا اكتسب الصفه الشرعيه. طيب فالسلطان يطلع فرمان بعزل مين؟ خورشيد وتثبيت محمد علي، يعني كده السلطان استجاب لاراده الشعب، يعني ده دليل على ضعف السلطان العثماني. فهنا الشعب المصري حقق ارادته. مستر ده اول مره في التاريخ الشعب المصري كده يحقق ارادته. هو مين السبب يا مستر في اللي الشعب المصري عمله ده؟ ازاي الناس دول عرفوا يعملوا كده؟ قال لك بسبب المشاركه في الدواوين. المهم هنا محمد علي خلاص يمسك حكم مصر، ونيجي نبص نلاقي ان محمد علي لما يمسك سنه 1805 كان باراده الشعب المصري. طيب الشعب المصري دلوقتي ساعده كم مره؟ مرتين قبل ما يمسك الحكم. فمحمد علي خلاص يلاقي ان المصريين دول نفذوا ارادتهم، يعني المصريين دلوقتي جامدين. طب دي المره الكام؟ المره الاولى اللي الشعب يختار فيها الحاكم في مصر والدول العربيه. تمام؟ مستر طب ما انا اقدر اقول له ان كده الشعب المصري ده عمل دستور. ايوه طبعا، مش هو اخذ المواثيق والعهود على محمد علي؟ يبقى احنا كده عملنا دستور في مصر. بالظبط. طب مستر طب مش دي طريقه جديده؟ قال لك يعني ده يعتبر اول سبق اجتماعي في مصر والبلاد العربيه. بالظبط. عمر مكرم ما مسكش ليه؟ عشان احنا قلنا انه مصري ولازم اللي يمسك يكون عثماني. اهي قدام حضرتك. طيب فتيجي تبص قال لك اهوت هتستدل بقى من الاحداث اللي فاتت دي على ضعف السلطان العثماني. خورشيد يقول له يمين يقول له حاضر، محمد الشعب يقول له شمال يقول له حاضر، وانا اعرف كمان شويه في الدرس الجاي باذن الله ان انجلترا تقول له يا سلطان روح شمال حاضر، يا سلطان روح يمين من عينيا. دل على ضعف ايه؟ السلطان العثماني. طيب الحمد لله خلصنا الدرس، استنونا باذن الله الحصه الجايه في تثبيت محمد علي حكمه في مصر، مذبحه القلعه. هنبوظ الدنيا وهنعرف ازاي نمسكهم. درس جاي تافه ان شاء الله وسهل جدا جدا جدا، بس ما تراكمش، ما تفوتش، ما تسيبش ولا حلقه من اول النهارده. احنا بدانا التاريخ، بالله عليك ما تراكم. التاريخ مش محتاج ابدا انك تسيب درس ورا التاني ورا التالت، زي ما قلنا قبل كده، يا تشيله يا يشيلك، يا اما تبقى طالع بيه قوي يا اما تبقى قبح. تمام؟ اشوفكم على خير باذن الله الحصه الجايه. مع السلامه.